السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة يا رب. النهاردة ان شاء الله هنتعلم مع بعض نعمل حافظة بتتحط فيها ادوات المطبخ على السفرة، الشوكة بالسكينة وكده. شكلها ظريف جدا وبتبقى قيمة، لو عملتي كذا واحدة توزعيها كده على السفرة ما يجيلك ضيوف او في العيد او في المناسبات، يبقى شكلها حلو جدا. بس الاهم من ان احنا نتعلم التصميم ده، حابة اعلمك ازاي تعملي شغل متقن، ان الدايرة بتاعتك تبقى مقفولة بالشكل ده، مش باين فيها اي وصولات زي ما انت شايفة. وده عندي يعني الدرس ده اهم اصلا من التصميم نفسه. ليه؟ لان ده هتنفعك في كل شغل، اي شغل دائري ازاي تقفليها بشكل احترافي كده ما يبانش فيها اي وصولات خالص. بصي كلها زي بعض، فده اللي هنتعلمه النهارده. هو التصميم عباره عن دايرتين بتكون شكل دبدوب والودان بتاعته بس مش اكتر، وشريطه بيتمسك عليها الادوات اللي هتحطيها. هي سهله وبسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه. هنبتدي مع بعض بسم الله. هنا انا اشتغلت بخيط مكرميه قطن، قصدي مكرميه مصري. الخيط ده خفيف حلو وبيوزن، بيجي عباره عن شله كده وانتي بتفكيها بتعمليها كره عشان تسهل عليكي الشغل. تمام. بنشيل الطرف بتاع العقده بتاعتها دي، وبنبتدي نشتغل بسم الله. بنعمل الدايره السحريه بتاعتنا اهي للمبتدئات اهي. بنحط الطرف على الصباعين كده وبنلفها حرف اكس كده اهي، بيبقى خطين كده قدامنا. بنعدي الابره من تحت الخيط الاولاني وبنسحب الخيط التاني. خلاص كده اتكونت عندي الدايره. بنعمل سلسله عليها اهي، نمسكها بالسلسله اهي، بقت عندي بالشكل ده اهي، ملفوفه وطالعه من هنا. طيب بنعمل ايه بعد كده؟ انا هضيقها شويه. بعمل سلسله ارتفاع. احنا هنشتغل بنص عمود، فالارتفاع بتاع النص عمود بيبقى 2 سلسله. فعملت 2 سلسله، ده ارتفاع ومش هحسبه من ضمن الاعمده. انا هشتغل اعمده جوه الدايره، مش هحسب الارتفاع ده، مجرد ارتفاع ما بنحسبوش من العدد. هبتدي اخد لفه على الابره وانزل في الدايره، اخد لفه ونطلع اهو. اتكونت عندي 3 حلقات، بسحبهم كلهم، باخد لفه وبسحبهم كلهم من الخيط بالشكل ده كده. اول نص عمود اتكون عندي، اول غرزه. هعمل كام غرزه كده نص عمود في الدايره السحريه؟ هنعمل 8 غرز كده. عملنا 1 2 3 4 5 6 7 8. عملنا 8 غرز جوه الحلقه. بنشد بقى دي، بنقفل الدايره بتاعتنا اهي، بنضمها جامد كده ونشد الخيط. نيجي بقى للتريكايه بتاعت القفله بتاعتنا اللي هي مش بتبين الوصله في الشغل. بصي احنا عندنا ارتفعنا 2 سلسله اهو، ماشي، دول ملناش دعوه بيهم الارتفاع. احنا لينا دعوه. بصي اول غرزه نايمه معانا اللي هي التالتة دي، هتلاقيه بصي 2 واقفين وواحده نايمه بالعرض اهي. هي دي اللي هندخل فيها، بس هندخل فيها من ورا الشغل من الظهر اهي، شايفاها اهي. هندخل من تحت حرف الفي كده، الحلقتين دول بتوع حرف الفي وفوق الابره كده بالشكل ده. تمام. وندخل الحلقه فيها اللي احنا عملناها الاخيره دي اهي، نشدها شويه على الابره عشان تطلع معانا. الاسهل الف الشغل كده واسحبها من الظهر اهي بالشكل ده. بنعدل الشغل بتاعنا اهي، بقت بالشكل ده. بصي مفيش اي وصولات باينه. لو انت عملتيها بالطريقه العاديه بتلاقي واصله باينه معاكي، دي مش باين فيها حاجه اهو. طيب بنعمل ايه بعد كده؟ بننزل من تحت حرف الفي كده اهي، بنفس الغرزه في نفس المكان اهو، بننزل من تحتهم، نسحب الخيط ونطلع. بقى عندي حلقتين، باخد لفه واطلع الحلقتين مع بعض، يعني عملت غرزه حشو وبعمل سلسله واحده ارتفاع اهو. دي القفله بتاعتي اهي بالشكل ده. هنعملها تاني كمان مره اهو.
في عمود اتفك مني، نص عمود اهو هعمله اهو بالشكل ده اهو. بندخل في اول غرزة نايمة بالجنب اهو، بنسيب الاتنين اللي احنا عملناهم ارتفاع وبندخل في الغرزة اللي هي نايمة بالعرض دي. هندخل من تحت حرف الفي الحلقتين دول وندخل فيها الحلقة الأخيرة اللي احنا عملناها دي، وألف في الشغل كده من الظهر عشان يبقى سهل عليا ان انا اطلعها، تطلع معايا بكل سهولة. تمام، بلف في الشغل وعندي الحلقتين اللي انا دخلت فيهم دول، برجع انزل تحتهم اللي هي حرف الفي دي برضو اهي بالشكل ده، اسحب الخيط واطلع واعمل حشو ونعمل الحشو بتاعنا. هنبتدي نشتغل كل الشغل داير داير بالشكل ده اهو. بصي ابتدت تعمل لي برواز فوق السلسله، والسلسله هنا باينه معايا، هيبقى شكلها ظريف جدا. هكمل انا بقيه الدور ونرجع نشوف شكله هيبقى ايه لما يخلص. هنا انا وصلت لاخر غرزه اهي، هاجي اهي اخر غرزه في الظهر، لو لقيتيها ضيقه وسعيها لنفسك كده بالمقص شويه، وهنقفل بمنزلقه اهي. وبكده الودن بتاع الارموبه خلصت معانا. هنعمل طبعا واحده زيها بنفس الاعداد بالظبط عشان ايه الاتنين يبقوا زي بعض. هعمل غرزه امان وهقص الشغل وهنهي الشغل، وهعمل واحده كمان زيها. هنضف طبعا الخيط ده كله. بعد كده فاضل اخر حاجه عندنا، وهي ان احنا نعمل الحزام اللي هيمسك الشوك والسكاكين. هنبتدي نجيب الخيط بتاعنا نعمل عقده البدايه اهو بالشكل ده. هبتدي ان انا اشوف هنا المنتصف بتاع الشغل اهو، انا هنزل تحتيه بغرزتين كده، يعني هسيب واحده وهنزل في التانيه. ليه؟ عشان لما اشتغل الحزام لما يوصل في النص يبقى مظبوط معايا، انما لو بدأت من النص هيترفع معايا هيبقى لفوق. هتفهمي ازاي لما نشتغل. قلنا هنا النص هننزل تحتيه بغرزتين، هاجي من تحت التالتة وهدخل تحت حرفين الفي مع بعض اهو الاتنين، وهسحب الخيط بتاعي واعمل حشو، وهبتدي اعمل عدد من السلاسل لحد ايه ما اوصل للجزء التاني، واخليه مشدود شويه، يعني ما اخليهوش مرخرخ عشان يمسك الادوات معايا كويس. هنعمل سلاسل عاديه خالص لحد ما نشوف طولها المناسب قد ايه اهو. هنا انا خلصت، طلعت معايا اهو حوالي 14 سلسله اهي. بصي يعني فاضل سلسله وتيجي عليها بالظبط، فانا مش عايزاها مقاسها بالظبط عشان تبقى مشدوده معايا شويه. بس اهم حاجه اشوف المنتصف فين، انزل بغرزتين قبليه علشان يبقى في سوا بعض، يبقوا قد بعض كده بالشكل ده اهو. هنزل من تحت الحلقتين واسحب واعمل منزلقه اهو بالشكل ده. اهم حاجه السلسله تبقى معدوله معايا عشان الشغل يطلع مظبوط. هبتدي اشتغل بقى على السلاسل دي بس هطلع بقى الاول غرزه هنا، هدخل هنا نفس المكان وهسحب الخيط وهعمل سلسله ماشي، وهاخد الخيط ده بعد كده هنضفه واثبته تحت في يعني ما بين الغرز ماشي. بعد كده هعمل 3 سلسله، 1 2 3 ماشي. وهبتدي هدخل هنا، هسيب اول واحده اللي انا قافله فيها وهدخل في التانية وهعمل حشو، واعمل 3 سلسله، 1 2 3، وهسيب غرزه واحده والتانية هعمل فيها حشو، وهبتدي ماشيه الصف ده كله 3 سلسله واسيب غرزه من تحت والتانية اعمل فيها حشو اهي، عشان تطلع معايا الغرزه اللي هي الفستونات دي اهي، تطلع معايا بالشكل ده. همشي لاخر الدور ونشوف بعد كده هنعمل ايه. خلصت الدور وانا في اخر غرزه دلوقتي، هعمل 3 سلسله وهبتدي هشبك فين
في الغرزة بقى اللي فوق دي اهي، هنا هنزل من تحت حرف الفي وهعمل لها منزلقة اهي، بقت معايا بالشكل ده. عايزة تعملي دور تاني اعملي، عايزة تكتفي بكده بمجرد حزام خط واحد اكتفي بيه فبراحتك. انا هنا هعملها زي الموديل اللي في الصورة، فهعمل برضو همشي كده برضو 3 سلسلة 3 وهننزل نعمل هنا حشو في النص ما بين ايه في الفراغ نفسه. نعمل تاني 1 2 3 وهنزل في الفراغ واعمل حشو، وهبتدي امشي الدور كله بالشكل ده. خلصت خلاص الدور، وهاجي في اخر غرزة هنا وهبتدي اقفلها بمنزلقة واعمل سلسلة امان عشان ايه اقص الشغل بتاعي كده. خلاص انا خلصت، هبتدي طبعا انضف الخيوط دي كلها عشان الشغل يبقى معايا نضيف. اهي بقت معايا بالشكل ده اهو. تقدري بقى تدخلي فيها كده الغرز الادوات بتاعتك. تمام. هنيجي بعد كده اهو هنشبك بقى كل القطع اللي احنا عملناها. الدايره اللي احنا عملناها التانية هتتشبك كده. في عندك طريقتين، يا اما تلزقي بمسدس شمع وده طبعا اسهل، تمام، يا اما بالخيط والابره العاديه بقى تشبكي بقى من الظهر كده بحيث ما يبانش. وبعد كده هنشبك برضو الودان اللي احنا عملناها بنفس الطريقه كده. هنيجي من تحت كده ونلزقها بالشكل ده. هيبقى معايا الشكل الجميل بتاع الارنوب ده. بس سهله جدا ما فيهاش اي حاجه. يا رب تكونوا استفدتي معايا في الفيديو، يا رب يكون الشرح يعني افادكم، والى اللقاء ان شاء الله في فيديو جديد باذن الله.